زهقتوا بقى من اللحمة والسمك والكبدة والحاجات دي كلها، تعالوا النهاردة هعمل لكم طبق جميل من بتاع زمان، عبارة عن رز محشي بالبيض. شوفوا هيتعمل ازاي. اول حاجة هنجيب صينية كده بالمقاس ده، وهنحط فيها تقريبا كده 3 كوبايات مية من دي، خلاص على قد الرز يعني، ولو احتاجنا نبقى نزوده مش مشكلة، وهنستنى عليها اما تغلي. وبعدين هنفرغ فيها الرز ماشي، وهنقلبه خلاص، وهنشوف العادي بتاع المية بتاعه، لو محتاجين مية هنحطه، مش محتاجين خلاص. مش محتاجين مية، هنسيبه بقى شوية ما يتشرب حبة كده، وبعدين هنحط بقى البيض. وبعدين بقى هنحط البيض بالطريقة دي كده، هنوسع له كده ونحط البيضة ماشي. وبعدين هنحط بقى على البيض ملح كده، وبعدين بقى فلفل، وبعدين بقى هنغطيها، نغطي الصينية كده، وكل شوية بقى نزحزحها كده، كل شوية نزحزحها كده، كل شوية بقى بنقعد نزحزحها كده كده ماشي لغاية ما تستوي. بعدين هنفتح عليها بقى ونشوفها اهي، شايفين شكلها بقى اهي، بالهنا والشفا اللي هياكل منها. شايفين البيض استوى ازاي اهو، كله استوى، وطبعا الرز استوى. احلى صينية رز محشي بالبيض، اما تعملوها هتعجبكم قوي جدا، بالهنا والشفا.